السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة معانا فيديو جديد في مكان جديد من واحد سيوة. النهاردة في قلعة التنبؤات. قلعة تم تتويج فيها الاسكندر الأكبر. يعني من ضمن الحاجات اللي هي مميزة بيها القلعة دي ان تم تتويج اسكندر الأكبر في القلعة دي في واحد سيوة. آه، طبعا ده منظر القلعة، ببصوا عن بعد كده ده الشكل وهو رايح على القلعة. طبعا شايفين ما شاء الله الجو في سيوة في التوقيت ده من أفضل الأوقات اللي ممكن يتم فيها زيارة سيوة. شايفين الجو ما شاء الله والشمس وطبيعة المكان حلوة جدا. لكن في الصيف زوجي بيقول درجة الحرارة تبقى عالية جدا 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 جدا، محدش يقدر يتحملها. يعني ابتداء من شهر 6 كده و7 الوضع بيبقى صعب جدا. ففعلا السياحة والزيارات كلها بتكون في توقيت الشتاء. في الوقت ده كده يكون الجو ولا هو ساقع قوي ولا هو لأني برضي في بداية الشتاء بتبقى سيوة ساقعة جدا بشكل غير عادي. وده الجفاف الجوي يعني فيها علشان بيئة صحراوية. وفي الصيف طبعا بتبقى حر جدا. هو هنا بيفرجنا على القلعة نفسها من جوه. بدأ ان هو يدخل كده ويفرجنا. طبعا انا بعمل تسريع للفيديوهات علشان خاطر بس متبقاش طويلة، ونتفرج بس على الاماكن مع بعض ونشوف الاماكن الحلوة اللي ممكن يتم زيارتها. لو في حد بيفكر يعني ان هو يروح لسيوة يبقى عارف هو ممكن يروح فين. انا بشكركم جدا حقيقي ان انتم موجودين في حياتنا بفضل الله عز وجل. يعني انا عايزه اقول لكم جوزي موجود هناك بقاله سنتين شغله هناك. بس سبحان الله يعني يمكن السنة دي فرقت معاه شوية. لاني فعلا بدأ وقته كله يبقى مشغول بان هو يصور لي فيديوهات علشان يبعتها لي عشان انزلها لكم. بقي الصبح مثلا بيبقى في شغله، بعد ما بيخلص شغله بدل ما كان بيحس ان اليوم طويل مش عايز يعدي لبعده عننا وعن الولاد. لا بيبقى مشغول، يعني بيطلع ويشوف ايه الاماكن اللي ممكن يروح يصورها ويصورها لنا. بصوا دي افواج تقريبا مجموعة جروب كده مع بعض جايين سياحة. فطبعا بيصور لنا زي ما انتم شايفين كده، بيحاول المكان اللي هو يقدر يروح يصور لنا. حقيقي وقت مشاوير. دي اليافطة اهي موجودة تعريف المعبد. هو معبد مش قلعة. أنا آسفة جدا، ده المعبد اللي تم تتويج اسكندر فيه، معبد التنبؤات. اعذروني بقى والله يعني لأنه فعلا الله المستعان. هنتفرج معاكم زيكم الحقيقة. تمام، نشوف الأماكن دي زيكم لأول مرة. أنا واضحة وصريحة أهو معاكم وبقولكوا على كل حاجة. أكيد لو في يوم ربنا كرمني يعني ورحتها إن شاء الله هصور لكم كده. يعني هصور نفسي في الأماكن، يعني هصور وأظهر في الفيديوهات أعرفكم إن أنا زرتها. يعني لكن أنا حقيقي ما زرتهاش، يعني التصوير ده كله زي ما انتوا عارفين بس رغم إن هي مسرعة الفيديو لكن سبحان الله يعني تحسوا المسافة بعيدة. يعني في سرعة في الفيديو بس بيمشي مسافات طويلة والمكان متفرع كبير. هو بيحاول يطلع لنا على أعلى قمة في القلعة، يعني هو كده بيحاول يطلع على أعلى مستوى في القلعة بالظبط يعني. تمام.
اتمنى بقى تشجعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا صوت الفيديو سايباه علشان خاطر كلكم يعني تحسوا بالطبيعة بتاعت المكان وما يبقاش مجرد مقتصر على التسجيل بس اللي انا بسجله. لا انا سايبه الطبيعه كده قدامي لا مالناش دعوه بيكم، انا ماشي همشي 5 دقايق دقيقه واحده همشي. النشاط اللي موجوده يعني يمكن بس هي متغيره علشان خاطر السرعه. والله في انا مش عارفه هو يعني شخص غريب ربنا يسهل. في الموقف ده تقريبا انا كنت سامعه صوت بيقول له هو حضرتك معانا؟ طب ماشي مش معاكم بس حد بيتفرج يعني. قال لي لا ده ماشي متاخد من المحضر اللي احنا هناك ده. 5 كده ونمشي. ولا طب هو المعبد يعني خدتولي قطاع خاص لحسابكم؟ مش فاهمه انا يعني. خلاص واحد بيصور وبيتفرج مالكش دخل بيه. هو واقف سمعك ولا اتفرج يعني هو واقف شايف انت بتعمل ايه ولا بتقول ايه. خلاص يعني مش جاي تبع الجروب اللي انت ماسكه تمام وبتشرح. برضي خليك ذوق يعني يا ريت يكون في ذوق شوية في التعامل يعني. سبحان الله ربنا يهدي يعني. ادي ده شكل القلعة من فوق، دي شكلها من جوه يعني. اتمنى بقى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم وتشجعوني كده بلايك وكومنت جميل منكم. يلا ماضي انتوا كده بتصوروا هنا؟ ادينا بنشوف ونتفرج على الطبيعة اللي موجودة. أجمل منظر بقى ممكن هتشوفوه في نهاية الفيديو خالص. حقيقي عجبني أوي أوي أكتر من الفيديو نفسه من البداية بصراحة. يعني آخر لقطة في الفيديو هي كانت اللقطة الجميلة بالنسبة لي لأن أنا بحبها حقيقي بحبها جدا يعني. اللقطة دي أنا بحبها. تعالوا بقى نشوف ونركز كده ايه اللقطة اللي أنا بكلمكوا عنها وناخد بالنا في نهاية الفيديو. ايه اللقطة الجميلة اللي بتعجبني وفعلا بتفرق معايا كتير. بصوا بقى هنا كده كان منظر الغروب كده بدأت الايه الشمس. بصوا هو ده المنظر. الله الله سبحان الخالق.